بيدور عليا بيدور عليا. ومساء الفل عليكم. فيلم رجل من نار، سمعت انت عن الفيلم ده قبل كده؟ اقوى فيلم اكشن في تاريخ السينما المصريه، بطوله الفنان عزت العلايلي اللي بيقوم بدور حمدي المجرم المعتزل، ودلال عبد العزيز اللي بتقوم بدور هويدا حبيبه البطل، وسامي العدل اللي بيقوم بدور فتحي زعيم العصابه واللي عامل القلق كله، والفنان والمنتج منتج الفيلم اللي احنا بنعمله ده الفنان احمد عفيفي اللي بيقوم بدور حسين اخو البطل، والفنانه ايمان حمدي في دور رغده الرقاصه. الفيلم من إخراج محمد مرزوق ومساعد مخرج جمال مرزوق، جمال مرزوق، وقصة وسيناريو وحوار جس وات سعيد محمد مرزوق. احنا زي ما انت شايف أسرة مع بعضينا. فشل الفيلم بيبدأ من التتر بتاعه أساسا جايب لك الفنان عزت العلايلي بفورمة ساعي البريد وهو مدور الضرب في الخلق كله، مش سايب حتى ضرب له في التتر لوحده بتاع 90 بني آدم، مع موسيقى تصويرية مستوحاة من زحمة كوبري أكتوبر الساعة 4 العصر. تتر فيلم زابل. قصة الفيلم بتحكي عن حمدي المجرم التايب بس بعد ما كون مستقبله وبنى الفيلا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي هي الفيلا اللي طلعت في 7000 فيلم تقريبا في التسعينات. وبيبدأ الفيلم ان حسين بيروح يبلغ حمدي ان نتيجة كلية الطب هتظهر النهارده. صباح الخير يا اعظم اخ واحسن اب في الدنيا كلها، مشوار طويل اللي كله سهر وخوف، النهارده وصلت لنهايته وحبنا تكتب. قصدك الموسيقى التصويرية دي ده بيقول لك النتيجة هتظهر مش حد اتقتل. قصدي ان النتيجه النهارده ان شاء الله هنجح ابقى دكتور قد الدنيا. لا اله الا الله. انت ندمان انك دخلت الكلية ولا عليك اقساط وديون ولا اصل ده مش رد فعل ابدا بتاع نتيجة امتحان. الف مبروك يا حسين. يا استاذ انت بتهنيه ولا بتطرقع له العمود الفقري؟ ولا المشاعر في الفيلم ده محتاجه تفسير. عامل لك حفله كبيره قوي قوي قوي. وبيطب عليه في وسط الحفله فتحي علشان يطلب منه انه يعمل عمليه من بتوع زمان قبل ما يتوب. في عمليه صغيره كده ب 2 مليون جنيه. دي اكيد عمليه جراحيه الحمامه. يا مخرج شيل البراميل، الراجل مش عارف ينزل. بس عزت العلايلي ما هموش وخرج برضه من العربيه بحركه افعوانيه شقلباظيه. اهلا حمدي بيه. خش يا حبيبي في الموضوع على طول. في عمليه صغيره كده تخطط لها وتوضب لها. انا لا هخطط ولا هوضب. بقول لك ايه، انا مش هسرق تاني. طب ما شاء الله معاك قبضيات اهو ورا، واضح فيه واحد ما شاء الله شوال تبني واقف، ومعاك ناس عضلات وناس قويه يعني ليه؟ طيب ايه الشيء اللي انت شايفه مميز في حمدي بالفورمه اللي عامله زي عود الكبريت دي اللي هيعملها او الاضافه اللي هيضيفها للعمليه؟ قدامك يومين تفكر فيه وترد عليا. تشاو يا حبيبي. اعمل باي باي للمايك يا استاذ عزت اللي فوق راسك. باي باي. نهار اسود، يعني انت بتطمن على المايك؟ يعني احنا لو ما خدناش بالنا حد سهوا عليه ما خدش باله، انت بتبص للمايك عشان تاكد لنا المعلومه ان في مايك في المشهد. لا اله الا الله. فتحي بقى عايز يلوي ايد حمدي علشان يعمل العمليه الغريبه اللي احنا ما بيقولوش عنها اي حاجه في الفيلم دي، فبيقرر ان هو يرازيه في حسين اخوه، فبيسلط عليه رغده الرقاصه دي. خير يا فندم، في حاجه؟ لو سمحت ممكن تشوف العربيه فيها ايه؟ اصلها مش عايزه تدور، اصل انا ما بفهمش فيها، انا يا دوبك اسوق وبس. امسك نفسك شويه يا سحس. انا متشكره قوي يا استاذ حسين على الموقف النبيل ده اقل واجب اعمله معاكي. تسمح لي اعزمك على حاجه ساقعه؟ ايه ده؟ ده اقل واجب اعمله معاكي. تسمح لي اعزمك على حاجه ساقعه؟ اختفوا عادي يا سيدي، طلبه في هوجورتس ومتاخرين على محاضره الدفاع ضد السحر. عندك مشكله في الموضوع ده؟ انتحار صناع عمل هاري بوتر بعد رؤيه هذا المشهد المعفن. تاخدوا رغده رقاصه على كباريه كده بترقص فيه، يعني بتحاول تعمل له نوع من انواع الاغراءات. الكتكوت وصل؟ وصل. انا عايز كل اللي قلته لك يتنفذ بالظبط. مفهوم يا فتحي بيه. زغلول يا جدعان المايكات كفايه بجد، المايكات خارمه عنينا طول الفيلم، كميه مايكات لا وباينه قوي. استاذ محمد مرزوق المخرج ارجوك سيب اللي في ايدك ايا كان وركز في المايكات اللي متدلدله من كل حته دي. ايه ده؟ ثانيه واحده، ده بيعزف كمانجا تمام وده بيعزف اكورديون ماشي، الراجل ابو نضاره سودا وماسك خرطوم ميه وعمال يشفط. نفسي اعرف بيشفط في ايه ده؟ لو لابس نضاره سودا فاكر نفسك هتتخفى، هلاقيها شايفينك. ما تردي عليا. هينض عينيك يا حاضن. حسونة انا
زيك غاوية. ده غالبا دلع من مدرسة اللحمية. رغدة بعد وصلة رأس أفعوانية قررت إن هي ضميرها يستيقظ فجأة وما تعملش الحاجة اللي هي كانت في البرطمان. عايزين نعرف بقى يعني هي كانت هتعمل له إيه؟ ده سم مثلا ولا ده مخدر ولا إدمان؟ ولا الفيلم ما بيقدمش أي حاجة عن الموضوع ده، سابك كده هي حاجة موجودة في إزازة صغيرة، ضميرها فاق، صوتت، لطمت، دلقتها في الحوض. وجرب كده اشترك معانا في القناة، ادي فرصة لمحتوى مختلف إنك تشوفه، اتفرج على فيديو أو اتنين، عجبك الكلام كمل، ما عجبكش بقى الغي الاشتراك كده كده ما بيلزقش. فتحي بيكتشف إن رغدة ما عرفتش تنجز مهمتها بنجاح، فقرر ان هو يروح لها البيت. أرجوك أنا حاولت. انت بتحللي اللقمه، بتدي له اداء، بتاخدي القلم تتشقلطي الناحيه الثانيه من السرير. ده انت اوفر حتى وانت بتتضربي. فتحي بقى بيقول لك ما يجيبها الا رجالها، احنا نلعب بقى الرجاله بتوعنا يخلصوا. ايه صوت مدفع رمضان ده؟ ايه ده؟ ايه الوضع ده يا حسين؟ على راسي تمارين اليوجا والتأمل بس مش وقته. يا حسين اداء باليه بحيرة البقر ده. ايه ده؟ كابتن عبد الله السعيد. عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. والله كنت شاكك انه مسافر عبر الزمن. منور يا ابو كباتن. سيبك من الخناقه دي، البنيه دي اغرب بنيه شفتها في حياتي. يا عم حسين انت بتقوم له بتساعده يعني مثلا ينجز مهمته بنجاح. الله على فدائيتك يا كابتن عبد الله السعيد وفي اداء الادوار الدفاعيه. ايه الجمال ده يا عبد الله؟ يا حرام. طب قوم شوف فين يا حمدي، انت هتفضل قاعد كده؟ ثانية واحدة بس نفهم حسين وصل الفيلا ازاي؟ هانت يا حسين هانت، كلها دقايق وهنوصل المستشفى. مالك سرحت في ايه؟ لا ولا حاجة. يلا وادي مايك كمان معاك، يلا ان شاء الله عندنا ما حد حوش. انا هبطل اتكلم عن ظهور المايكات في الفيلم ده لان هي بتظهر كتير جدا، غالبا هي بطل من ابطال العمل. وبعدين ايه ده؟ قاعدين في عربيه الاسعاف من غير لا مسعف ولا دكتور ولا حتى امن مستشفى، والعربيه الاسعاف من غير نمر، وبيفتح باب العربيه. يا نهار اسود، ده في واحد ظهر، الراجل ده ما كانش موجود معاهم في المشهد. ظهر امتى؟ جابوه من الشارع، عدوا عليه مثلا في الشارع كان بيجيب سجاير من الكشك، عدوا عليه خدوه مشيوا. فحمدي بقى قال لك لا ما ينفعش الكلام ده، لازم بقى انتقم بقى لحسين. اهلا يا حمدي، انا كنت متاكد انك هتيجي زي ما انا متاكد انك ندل وجبان. ايه ده؟ كابتن يوسف اوباما منور الفيلم. انا حاسس ان احنا دخلنا نادي بيراميدز. ايه اللعيبه دي؟ لا العضلات دي ما تحوقش، دي هرمونات وكلام فارغ، اهم حاجه العصب. انت بتمسكه بتساعده يعمل الحركه اللي هو عملها دي. اهم حاجه نسرح شعرنا. استاذ عزت العلايلي قوته في شعره. رجالتك مش هتقدر تحميك مني، واذا تعرضت لحسين تاني مره مش هيكفيني فيها الا رقبتك، مفهوم؟ غالبا فتحي زعلان على التيشيرت، مش زعلان من الكلام اللي اتقال له ورجالته اللي اتضربت. ففتحي بيتعصب جدا عشان التيشيرت بتاعه اتكرمش طبعا، مش عشان اي حاجه تانية. فبيقرر بقى ان هو ينتقم بقى المره دي من حمدي ذات نفسه. وبعديها فتحي بيروح للمستشفى عشان يطمن على صحته، يعني بالمره يساومه. انا محدش بيضحك عليا، فاهم ولا لا؟ هتعمل العمليه ولا لا؟ يا عم ايه هي العمليه؟ ايه العمليه اللي محدش يعرف يعملها غير حمدي بفورمه ساعي البريد والانيميا البحر الابيض المتوسط دي؟ لا مؤاخذة، معرفش ان في حد معاك. المره الجايه احب اشوفك احسن يا حمدي يا اخويا. يعني انت عندك ما شاء الله رجاله تسد عين الشمس، يعني ايه المقومات البدنيه والذهنيه اللي انت شايفها فيه احنا مش شايفينها؟ مين الراجل ده؟ لا روحي مفيش اي حاجه، انا عايز اخرج من هنا. في المشهد اللي بعديه على طول ومفيش اي فاصل زمني، حمدي بيقوم من المستشفى يروح للعصابه المخزن. فتحي فين؟ فتحي ايه مش هنا؟ مين اللي ضرب حسين اخويا؟ هو اتضرب؟ هتستعبط؟
استاذ عزت العلايلي بيثبت ان الرجوله طاقه مش خانه في البطاقه. طب ثاني، الصوت ده جه منين؟ انت ضربت الهوا. نازله الموسيقى التصويريه غالبا كاستمايز مع الفيلم كده بغض النظر عن ايه اللي بيحصل. دي بنيه زي الفل، انا معاك مفيش اي مشكله، بنيه يعني فيها اوفر شويه بس بنيه طبيعيه. ايه رقصه فتحي يا ورده، قفلي يا ورده اللي انتوا بتهببوها دي. فسروا هنلعب ايه؟ وانتي قوليلنا هنلعب ايه؟ حبه يا بطه يا دقن القطه، يلا معايا ننط النطه. حبه يا بطه يا دقن القطه، يلا معايا ننط النطه. لا حضرتك الحركه دي تعملها في الحمام. انت بتزغزغه في بطنه. معرفش، انا مش دعوه بحاجه. حتى الكرسي بتتفتون عليه. حسين. ايوه يا بيه، في حاجه؟ بتكذب. يا اسطى في ايه؟ بتضربه ليه طيب؟ يا عمي يا خاين يا عمي يا عدو الوطن يا عمي، مسالك يعدموا بالرصاص في ميدان عام. ولا تحب اخلي فتحي يقول له على العمليه الاخيره؟ خلاصي اضرب يا حمدي. اشمعنى دي يا حمدي؟ هي جت عليها؟ انا كمان لازم اعرف الحقيقه، لازم اعرف الحقيقه. يعني انت لما تهزه كده هيهدى كده، هيتوتر اكتر. حقك عليا يا ابي، انا اسف. ارجع، مش هتاخر، ارجع. ثانية واحدة، هي مش العربية دي كانت في المشهد اللي في أول الفيلم ملاك الجيزة؟ هم ضموا مرور القاهرة وقتها على مرور الجيزة، ولا ده مالتي فيرس؟ فتحي بيستغل وجود حمدي بره البيت وبيلجأ بقى للحل الأخير خالص، إن هو يخطف حسين وهويدا عشان يساوم حمدي على إن هو يعمل العملية اللي إحنا مش فاهمين هو ليه تعب نفسك معاه؟ ما تشوف حد تاني، شوف حد من رجالتك يا أخي. اوعى يا مجرم سيبني، عايز مني ايه؟ هو ده مين دول يا كلب؟ الفتى الشرير. هو ده مين دول؟ اوعى ايدك. احنا كتبت الاعدام يا حبيبي. اوبا على الكروس اوفر، الفتى الشرير وكتيبة الاعدام. لا افيه ذكي من الفنان سامي العدل. خدوهم على المخزن لغايه ما يجي حمدي يطلب السماح. بمناسبه الفيلا اللي هما بيصوروا فيها دي هي نفس الفيلا اللي اتصور فيها فيلم الفتى الشرير. حمدي ضميره بيصحى مره واحده وبيروح يعترف في مديريه الامن ان هو فلوسه دي كلها كان جايبها من الاعمال المشبوهه. طب ممكن تعيش حياتك من غير ما حد يكشف حقيقة قبرك. انا ليا طلب عند سيادتك، تديني فرصه لبكره الصبح بس، وانا تحت امرك بعد كده. ما اقدرش ارفض طلبك، خصوصا انك جيت بنفسك. وبيسيبوه عادي رغم انه اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، والبوليس مديريه الامن سابته عادي. بالنسبه لموقفي القانوني هو موقفك القانوني يا استاذ حمدي سليم. لا بيكذب عليك، موقفك القانوني زي الزفت. بيرجع حمدي الفيلا بيلاقي الحارس مضروب وبيعرف ان هويدا وحسين اتخطفوا، ففتحي اللي خاطفهم وهو راح له بقى المخزن. ونيجي بقى لراوند 3 فايت. اخيرا اتضرب. ايه ده؟ بيطقشهم في بعض زي البيض الاومليت وبيديهم بعد كده بلحه. دي وصفه الشكشوكه للشيف الشربيني يا استاذ. يا ابني انت وهو معاكم مسدسات، ما تعملوا بيها اي حاجه، ولا دي ديكور، ولا انتوا عشان حاطينها ورا في البنطلون نسيتوها؟ طب ما طالما في مسدس من الاول ليه ما بنستخدموش؟ شباب الحركه دي مش كويسه خالص. اوعى العصايه الفل اللي بتتني. البطشه السوداء في وشك دي وحمه صح؟ بس وحمه متاخره الظهور، بتظهر بعد سن ال 45. لا هتنفع القلم اللي اتضربه ولا السكينه برضه اللي اتضرب بيها. ده صوت ضرب نار عادي. ايه الصوت اللي ظهر بعدها ده الصوت الفارغ مثلا، ولا دي دموع الفنان عزت العلايلي وهي بنازله على اخوه مع صرخه ندم وانين؟ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نبت جسمه من سحت فالنار أولى به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل ان احنا ننهي الفيلم بتاعنا بقرآن او بالاحاديث النبوية كموعظة حسنة زي اللي حصل في فيلم العار وفيلم الكيف، الافلام الايقونية. فالفيلم بتاعنا حب يعمل نفس الحركة، بس واضح ان هي خيشت منهم على الاخر، لان اختيار الحديث ده ملوش علاقة اصلا باحداث الفيلم. ولو ما شفتش اسوأ مشاهد الجن والعفاريت من افلام ومسلسلات مصرية هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي في شوية عفاريت كده. ولو انت من محب الانستجرام ممكن تتابعنا على حساب الانستجرام، هسيبه لك برضه في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت تحت. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.